السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تصدقوا بالله أنا قاعدة لا بيا ولا عليا ولا حواليا ولا أي حاجة. لقيت الحاج داخل عليا بيقول لي جايب لك هدية. ايه الهدية يا حاج؟ قال لي هدية بتدوري عليها وقليلة وأنا جبتها لك أهو. افتح كده وشوف ايه الهدية يا حاج. بصراحة فرحني والله وبسطني. الحاجة دي قليلة جدا دلوقتي عندنا في الأرياف والله. ايه هي الهدية بقى؟ اقول لكم ايه الهدية. هدية جميلة جدا والله بجد وفرحت بيها. ربنا ما يحرمنا منه يا رب ويبارك لنا في عمره. هو كان جاي من الشغل في الوردية، كان بايت في الشغل وجاي الصبح وجاب لي الهدية دي معاه. ربنا ما يحرمني منه يا رب ويطول عمره وما يحرمنيش من دخلته عليا، اللهم امين يا رب. تعالوا نشوف جاب لي ايه. جاب لي بقى اللبن اللي بدور عليه. جاب لي اللبن اللي بدور عليه. قال لي انا رحت لك عند الفلاحين مخصوص وجبت لك اللبن اللي بتدوري عليه اهو، لان الفلاحين دلوقتي بيعملوا الجبن، بيعملوا الجبنه اللي بخيرها. بيعملوا الجبنه اللي بخيرها ومش راضيين يبيعوا لبن لانهم بيستفيدوا اكتر من الجبنه وبيكسبوا فيها اكتر من بيعه اللبن. فالحاج ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك يا رب. جاب لي اللبن اهو وقال لي انا جبت لك اللبن عشان تعملي الجبنه مخيرها وتعملي السمنه والقشطه اللي بتعمليهم كل سنه. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. تعالوا معايا بقى نشوف هنعمل ايه. دول بقى ما شاء الله 15 كيلو لبن. اللهم بارك اللهم بارك يا رب. وجاب لي كمان المنفحه. دي المنفحه يا جماعه، شايفين؟ دي المنفحه. ما عندكش المنفحه دي استخدمي معلقتين خل لكل 3 كيلو، معلقتين خل اهو. شايفين المنفحه دي بتيجي من عند العطار او بتيجي من المكنه بتاع اللبن. تمام كده؟ تمام يا ام محمد. ربنا ما يحرمني من الحاج. جاب لي لكل 5 كيلو كيس زي بتاع المكنه ما قال له، بس اللبن ده مش من المكنه، انا جبت المنفحه من المكنه. هو يعني الحاج جابها اهي، واللبن ده من عند الفلاحين. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بارك. اللهم بارك. بسم الله. انا كده خلاص فضيت اللبن اهو. ما انا فضيت معاكم اللبن اهوت وكملت كله اهو 15 كيلو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. كده بقى هحطه على البوتاجاز اهو. هدفيه بس، هندفيه بس، يعني مش هنسخن، لا هندفي بس. تمام. نجيب معلقه بقى معانا. دي بقى الحصيره بتاعتنا اللي هنعمل فيها اللبن اهي. لما نيجي نعمل هوريكم بتتعمل ازاي. انا جهزتها طبعا عشان كانت مركونه، غسلناها ونضفناها. بنحط عليها الجبنه مش اللبن، يعني الجبنه اهو. خليها بقى ما تنشف. هنا بقى انت بتختبري اللبن كده، بتفضلي تقلبي فيه طبعا عشان توزعي الحراره اهو، زي ما قلت لك في الاول. يعني بتوزع الحراره كلها كده وبصبعك بقى كده بتشوفيه كده دفي معايا خلاص اهو. شوفوا كده دفي معايا. طبعا انت مش هتدوقيه عشان اللبن ني، مش هينفع ان انت تدوقيه، فبتختبريه بصباعك تلاقيه دفي. خلاص بنطفي عليه. هنطفي بقى كده البوتاجاز ونجيب اكياس بقى المنفحه. دول 3 اكياس معايا اهو. لكل كيس لكل 5 كيلو كيس اهو.
نقول بسم الله اهو. ادي الاول، ادي الثاني، وده التالت. تمام يا حبايبي كده. زي ما قلت لك لو ما عندكيش المنفعه دي بتحطي خل. ال5 كيلو تحطي عليهم معلقتين خل اهو. تفضلي تقلبي بقى كده، يعني تقلبي لمده 10 دقايق ولا حاجه اهو، عشان طبعا ايه دي عمليه دمج للبن مع المنفعه عشان يجمد معاكي ويبقى جبنه ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. اقل من 10 دقايق قلبي كده، قلبي قلبي اهو عشان تاكلي احلى جبنه. مفيش انضف من الحاجه اللي بتعمليها في بيتك، سواء الجبنه ولا السمن ولا اي حاجه بتعمليها في بيتك بتبقى نظيفه. جبنه بيتي كده محترمه، حاجه ممتازه وحاجه جميله. الفلاحين كلهم بيعملوا جبنه دلوقتي ويبيعوها، بتبقى اغلى من اللبن. يعني بيبيعوها الجبنه بيبيعوها اغلى من اللبن. يقولوا لك بقى ايه، احنا هنبيع الكيلو اللبن مثلا ب20 جنيه، لا ده الكيلو الجبنه ب80 جنيه. ففرق واسع طبعا، فرق كبير جدا بين كيلو اللبن وكيلو الجبنه. هو ال3 كيلو لبن يعملوا معاكي كيلو الا ربع، حاجه زي كده. هنشوف برضو ال15 كيلو دول انا هوزنهم معاكم ان شاء الله واشوفهم طلعوا لي كام كيلو جبنه. تمام. وكده بقى انا هسيبه كده خلاص، هغطيه واسيبه وارجع لكم تاني لما نعمل الجبنه. شوفوا السمن، شوفوا السمن يا جماعه بدأ يظهر من التقليب، بدأت تعمل جبنه معانا. نغطيه بقى. بصي اعملي كل الوسائل اللي عندك علشان تدفيه. وكمان هحط عليه الغطا بتاعه، وهحط عليه لازم تغطيه وتحكميه كويس كده اهو علشان يدفى معاك. هنا بقى انا عملت له فرشه اهو، شايفين كده فرشه اهي بطانيه عشان. تمام يا حبايب قلبي كده اهو، بطانيه كده من تحت ومن فوق. لمي عليه البطانيه كده اهو اهو، زي تدفيه زي العيل الصغير بالظبط من جميع النواحي كده اهو، شايفين؟ ومن ناحيه الرخامه كده يبقى متغطي اهو، شايفين كده اهو. غطوه بالبطانيه وتدفوه اكنكم بتلفوا طفل خايفين عليه من الهواء ولا من السقع اهو، شايفين كده. من كل ناحيه انا لفيته كده اهو، وهسيبه بقى لحد ما الظهر كده هاجي هشوفه معاكم برضو. يعني احنا الوقت الساعه كام؟ الساعه لا مش هشوف الظهر، احنا لسه كده لسه بقى اتاخرنا شويه، الساعه حوالي 10 دلوقتي. انا هسيبه لحد اخر النهار ونشوفه مع بعض. وهنا بقى يا حبايبي اللبن بعد ما سبته حوالي 4 ساعات هنعريه بقى كده ونشوف. هنعمل عليه الغطا اهو، يعني الغطا من عليه نقول ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بقى جبنا معايا اهو وجمد، وهوريكم اهو شوفوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ادي اللبن اللي عملناه مع بعض الصبح. هنجيب الحصيرة بقى نفردها على صينية زي ما انتم شايفين كده. لو ما عندكيش الحصيرة دي ممكن تجيبي مصفى وتجيبي شاش ابيض وتحطي فيه الجبنة. تمام. وتسيبيها لما تتصفي ميتها خالص خالص خالص، وبتسويها وتفرديها كده في علبة او مصفى اي حاجة تكون مخرمة. تمام. تحطي فيها الشاش الابيض اللي هو بتاع الكسكسي ده، او اي شاش عندك ابيض حلو ويكون نضيف، وتحطي فيه الجبنة وتسيبيه براحته خالص لما يتصفى المية وتحسي ان الجبنة كده جمدت معاكي.
وبتطلعيها تخرطيها بتبقى خرط معاكي برضو زي الحصيرة بالظبط، مفيش اي مشكلة. تمام. الحصيرة دي متوفرة في الأسواق، لو انت في مكان أرياف هتلاقيها، وبرضو بتتباع في الأسواق في المدن وفي الأماكن دي كلها هتلاقيها موجودة عند أي حد. ممكن عند بتاع اللبن اللي انت بتجيبي من عنده اللبن تسأليه هتلاقيها عنده. تمام. وعندك البديل بقى اللي هو الشاش والمصفى. تمام. أنا كده بقى بصفي حطيت الجبنة في الحصيرة بتاعتي، واصفيها بقى كويس كده، بفضل الف في الحصيرة كده والف فيها كده زي ما انت شايفة، واستنى عليها شوية لما تصفي المية خالص، وبتعمل معايا الشكل اللي انتوا شفتوه في الاول ده يا جماعة اهو. شايفين كده؟ بفضل انا بقى اقلبها والفها من هنا لهنا كده على كل الجناب اهو، الفها من الجنب ده للجنب ده لحد اما تصفي ميتها خالص. والشرش ده بقى اللي معايا اللي نازل من الجبنة ده انا مش هرميه، انا بستخدمه بقى في المعجنات، تخبزي بيه عيش فلاحي بيبقى جميل جميل جميل، وتعملي بيه قرص، تعملي بيه اي حاجة انت عايزاها، باتيه ممكن تحطيه في مع الكيكة. تمام اهو، تعملي بيه اي حاجة. وهنا بقى الجبنة خدت الشكل بتاعها وتصفت من المية خالص، وهبتدي بقى ان انا اقطعها اهو زي ما انتوا شايفين كده. وعندي بقى الميزانة، انا عملت بقى لبناتي ومرات ابني، عملت لكل واحدة كيلو. ما شاء الله ال15 كيلو لبن طلعوا لي 5 كيلو جبنة. تمام. انا طبعا هنا الجبنة دي جبنة بخيرها، احنا بنسميها كده جبنة بخيرها. ما عينتش منها الكريمة بتاعتها، وما عينتش السمن بتاعها اللي هو بيبقى في اللبن يعني. تمام. بسيبها كده وبنسميها جبنة بخيرها او جبنة بلدي. تمام. الجبنة بقى القريش احنا بنعين السمن من اللبن، بنبيته وبنعين الكريمة من عليه، ودي بتبقى جبنة قريش. تمام. او جبنة منزوعة الدسم. انا عملتها بخيرها كده، بخيرها يعني بكريمتها بسمنها بحلب محتلة، ما عندتش منها سمن ولا جبن. تمام. وانا جبت بقى الميزانة، وزنت لبنتي كيلو ومرات ابني كيلو. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله اهو زي ما انتوا شايفين كده. بوزن لكل واحدة الكيلو بتاعها، حطيتهم في العلب بتاعتهم، وعليهم المية دي بقى. انا باخد المية برضو دي باخد منها اللي هو الشرش اللي طالع من الجبنة ده، باخد منه كمية، بحط عليها ملح وبظبطه وبحط الجبنة فيه. تمام. مش حابة تحطي الجبنة في المية وعايزة تحطيها لوحدها كده، بترشي عليها ملح وبتحطيها من غير المية وبتحطيها في التلاجة وبتاكلي منها، بتاكلي أحلى جبنة. حاجة نظيفة وحاجة معمولة بإيدك وحاجة ضمناها ما فيهاش مواد حافظة. ما فيهاش مش الجبنة البيضة اللي بنروح نشتريها من المحلات دي ما تعرفيش معمولة من ايه. واوقات يقولك حاطين فيها بودرة وحاطين فيها حاجات، يعني ايه، مفيش انضف من الحاجة اللي بتعملها في بيتك وبايدك كده وتفرحي ولادك. والله الولاد كلهم ملمومين وفرحانين، والحاجة حلوة يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، حاجة تفرح. خير وخير ربنا كتير والحمد لله. تمام. انا بقى بخرطها كده اهو، هي بتاخد شكل الحصيرة. بتبقى مخرطة كده. لو ما عندكيش حصيرة برضو بتخرطيها بالطريقة اللي تعجبك، زي ما انت شايفة كده. شايفة نظافة وجمال وحاجة تفتح النفس بجد يا جماعة. يلي بقى هاتي اللبن واعملي في بيتك واعملي حاجتك بإيدك، ومفيش أي صعوبة، والله ما فيها أي صعوبة يا جماعة خالص خالص. بتجيبي المنفعة وبتحطيها في اللبن طبعا بالكميات اللي انت شفتها في أول الفيديو، وبتبقى سهلة جدا وما فيهاش أي مشكلة، وممكن تعملها ببيتك بأسهل طريقة. تمام. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. املي البيت خير، املي البيت، اعملي منها، ممكن تعملي قشطة وبتعملي سمن وبتعملي كل حاجة من اللبن بإيدك وفي بيتك وبنظافتك. وكده خلصنا الجبنة بتاعتنا. استودعكم الله، اشوفكم في فيديو جديد، مع ألف سلامة.